النهاردة عن موضوع كده كلنا لمسناه بطريقة أو بأخرى. موضوع بيبدأ بالحماس وبينتهي بالإحباط. موضوع بيدي أمل بس ساعات بيضحك علينا بأمل كداب. الموضوع هو اسمه فخ التنمية البشرية. عارف لما تتفرج على فيديو تحفيزي على اليوتيوب والموسيقى وراك عاملة زي فيلم باتمان، الناس بتجري والنجاح بيحصل والكوتش بيصرخ فيك قوم انت بطل انت تقدر، فتقوم فعلا بتروح تعمل شاي وتفتح المسلسل اللي كنت مكمله. هو ده يا صاحبي الفخ. تحس انك اتغيرت بس ولا حاجة حصلت. زمان الناس كانت بتتعلم من الوجع، من الغلط، من الفقد، من التجارب اللي بتوجع القلب بس بتكبر الروح. دلوقتي بقينا بنتعلم من بوست على فيسبوك او ريلز مدته 15 ثانية مكتوب عليه ابتسم انت اقوى مما تظن يا فرحتي. بس لما المواقف تيجي بجد بنكتشف اننا اضعف بكتير مما بنحكي. دكتور ياسر بيقول في فرق بين اللي بيتعلم عشان يعيش واللي بيتعلم عشان يحس انه بيتطور. الأول بيتغير فعلا بس التاني بيتكلم عن التغيير لكن ما بيتحركش. عارف كل اللي بيقعد يقرأ كتب التنمية البشرية كأنه بيجمع بوكيمون، كل كتاب يقولك غير حياتك في 7 أيام. طيب وانت قعدت كام سنة تبوظ فيها عشان تتصلح في أسبوع؟ الوعي مش انك تسمع كلام حلو وتردد اقتباسات. الوعي انك تبص في المراية وتقول انا غلطت، انا عندي حتة في الجزء ده محتاجة ان هي تتصلح. مش عيب اننا نغلط، العيب انك تمثل على نفسك انك ما شاء الله متطور. في ناس اول ما حياتها تتلخبط تقولك الكون بيختبرني. يا صاحبي هو الكون عنده امتحانات؟ الكون عنده امتحانات اكبر منك اصلا. بدل ما تذاكر قوانين الطاقة ذاكر دروس التجربة. دكتور ياسر بيأكد ان التنمية مش غلط، الغلط اننا نعملها كعلاج سحري زي الدواء كده، لو خدته بجرعة صح هيفيدك بس لو بلعت الكورس كله مرة واحدة هتتخنق من المعلومات. التغيير مش محتاج جمهور، مش لازم تصوره وتنزله ستوري. التغيير الحقيقي بيحصل في السكون، في لحظة بينك وبين نفسك، في قرار صغير بس صادق. تعالى نتكلم بصراحة، احنا تعودنا ندور على الشعور السريع، نسمع حاجة تلهمنا نحس اننا فوقنا، بعد ساعتين مش هقولك ساعتين، بعد نص ساعة بنرجع لنفس العادات بتاعتنا. ليه؟ لأن التغيير مش محتاج تحفيز، محتاج انك تلتزم، تبقى مع نفسك مش تبقى مع المشتتات. يعني قبل ما تسمع كوتش بيقولك ابدأ دلوقتي، اسأله الأول هو حضرتك بدأ؟ والكلام بيبقى حلو بس المواجهة بتبقى صعبة. اسمعني كويس، التنمية الحقيقية مش لما تقول أنا متقبل نفسي، لكن لما تتقبل إنك أحيانا مش قادر تتقبلها. مش لما تبقى مثالي لكن لما تبقى حقيقي. طبيعي احنا بشر ولن تصفو الدنيا لأحد، وطبيعي في مشاكل، والمشاكل بيكون ليها وقت، وكل وقت لازم الوقت ده هيعدي. بس هل هيعدي بحكمة وبسكوت ولا هنفضل نقول لا احنا مش عارفين نتغير ومش هنقدر نتغير؟ خليك حقيقي في اللحظة دي. في الآخر مش كل تحفيز مفيد ومش كل كوتش صادق، بس كل لحظة بتواجه فيها نفسك حتى لو موجعة هي خطوة حقيقية لنفسك قدام. فخ التنمية البشرية مش انك تسمع، الفخ انك تفتكر انك بتتغير لمجرد انك سمعت. المرة الجاية بقى لما تحس انك متحمس بعد فيديو من الحاجات اللي انا بقولها، استنى شوية كده وخد نفس وفكر، هل انا عايز اعيش التغيير بجد ولا عايز احس اني عايش التغيير؟ لو اخترت الاول يبقى مبروك، انت خرجت من الفخ. السلام.